لو موبايلك كاميرته مش أحسن حاجة هقول لك على برنامج تحفة جدا هتستخدمه في التصوير والمحتوى بتاعك بأعلى جودة للفيديو وكمان للصور. تعالوا بينا نشوف مع بعض ايه البرنامج التحفة ده. يلا بينا. بتلاقي برنامج اوبن كاميرا من على جوجل بلاي، وهنا هتفتح البرنامج. طبعا دي الكاميرا الأمامية بتاعته، وكانت يعني يعتبر كويسة جدا، بس أنا عايزة أعلي الجودة بتاعتها أكتر. تعالوا بينا نشوف. هدوس على رمز الإعدادات بالشكل ده، وبعدين هدوس على فيس عشان أوضح الفوكس بتاع الكاميرا والوش بتاعي، وهظبط الفوتو سيتنجز أو بمعنى أصح إعدادات الصورة. إعدادات الصورة أهم حاجة عندي إن أنا أوضح الكواليتي بتاعت الصورة. الكواليتي بتاعتها أول حاجة هادوس على كاميرا resolution، وممكن هنا أختار الكاميرا أو أختار التصوير بتاعي بالأول HD أو Full HD، أو كمان أخليه أعلى جودة اللي هي لحد اللي هي ال 4K، سواء في التصوير أو سواء بالفيديو. طبعا اخترت أعلى جودة بالشكل ده. أعلى حاجة حوالي 97 ميجا بايت، وممكن تختار طبعا جودة أقل شوية لو ما عندكش مساحة، فممكن تختار مثلا 25 ميجا بايت. بس طبعا لو عندك مساحة اختار الجودة العالية. طيب، تاني حاجة الايمج كواليتي، وهنا لو أنا عايزة أخلي الصورة الجودة بتاعتها أعلى حاجة، وخصوصا لو كانت PNG أو كانت JPG. طب أنا عندي هنا هخليها 100% عادي جدا، وادوس اوكي. تمام كده. برضو عندك الايمج فورمات، وهنا انت عايز نوع صيغه الصوره دي BG او ولا ويب ولا PNG. انا طبعا بخليها JPG عشان دي بتبقى تنفع كويس جدا للتصوير. هنا طبعا الاعدادات هنا بسيطه جدا، ولكن يعني هنا هنشتغل على الفوكس اكتر، وهنشتغل على HDR مود، ودي انا شايفاها دي كويسه، يعني انا هدوس عليها كده عشان افعلها اكتر اهي. نرجع باك بقى ونشوف كده هنظبط الفيديو ازاي. هندوس على فيديو سيتنجز، وبعد كده هنعمل فيديو ريزولوشن، وبرضه هعمل نفس الموضوع. لا طبعا انواع الفيديو يعني الجوده بتاعته بتختلف، يعني لو احنا عايزينها HD اللي هي الصيغه دي بتاعت الاتش دي اللي هي 100 او 720 في 1220 حاجه زي كده. ولو انا عايزه صيغه اعلى فبختار اللي هي فول اتش دي، ودي برضو كويسة جدا ومناسبة لكل أنواع الموبايلات لكل المساحات. أما الجودة ال 4K، ودي أعلى واحدة بصراحة، ودي عايزة موبايل يعني يكون المساحة بتاعته تبقى كويسة والكواليتي بتاعت الكاميرا يعني تمام. لكن هو أهم حاجة تكون المساحة كويسة عشان يقدر يصور لي الفيديو بأعلى جودة زي ما أنا عايزة. طيب، هنا برضو عندي الفيديو فورمات اللي أنا هخليها H.264، أوكي، اللي هي دي اللي يجي تاني نعملها، اللي هي دي هختارها، لان دي تعتبر كويسه جدا جدا في تصوير الفيديو، ممتازه جدا. طيب، هنا طبعا الحاجات التانية دي انا بصراحه بقيه الاعدادات انا شايفاها يعني احنا مش هنحتاجها قوي، ولكن اللي هركز عليه قوي ان انا هختار ريكورد اوديو. وهنا ريكورد اوديو، هنا لو انا بصور فيديو فانا عايزاه الفيديو ده لما يتصور معايا الصوت، او يسجل معايا الصوت، فدي مهمه جدا. واهم حاجه بقى في الفيديو هنا لو انا عايزه اصور فيديو بالمايك ومايك خارجي فانا هختار اوديو سورس. الاوديو سورس هنا، وده انا هستخدم يعني هل مايك خارجي ولا بالبرنامج اللي هو اوبل كام. لو بالبرنامج اوبل كام فهتختار اول اختيار، او لو انت هتستخدم مايك خارجي فانت هتختار اللي هو اكستريم مايك ايفر بريزنت. خلاص انا كده ظبطت الاعدادات الفيديو بالصوت بالمايك بكل حاجه. لو انا عايزه فلاش طبعا في اثناء التسجيل الفيديو فبدوس كده، لو مش عايزاه خلاص. لو الاضاءه عندك كويسه، لو الاضاءه مش كويسه هتستخدم الفلاش عادي عشان تخلي الاضاءه كويسه. والبرنامج ده هيغنيك طبعا عن سناب شات والبرامج اللي هي مليانه فلاتر، وتظهر على طبيعتك افضل، ولكن هتخلي الكاميرا بتاعتك تبقى اوضح وافضل. طبعا هصور لك الفيديو وهوريك الفيديو بيبقى عامل ازاي طبعا بالبرنامج اوبن كام، وهستخدم لك برضو البرنامج بالكاميرا الافتراضيه بتاعه الموبايل. وادي كده شكل الكاميرا الاماميه، وشكل الفيديو عامل ازاي. يعني اعتقد الكاميرا لو انا جيت صورت كده الفيديو فمش احسن حاجه، وهو صورته معاك وهو دلوقتي يعني مش قوي. ماشي الحال. تعالوا بينا نشوف بقى الكاميرا التانية بتاعة الأوبل كام. شايفة بالأوبل كام يعني الإضاءة كويسة جدا واخدة حقها، غير طبعا هنا في الكاميرا بتاعة الموبايل الإضاءة يعني مش واخدة حقها خالص. ويعتبر بقى لي أنا يعني الإضاءة يعتبر أنا مضلمة كل الأوضة وحاطة وشغالة رينج لايتس بتوعي، ولكن لا ما كانتش واخدة حقها بصراحة في الكاميرا بتاعة الموبايل. لكن هنا الكاميرا يعتبر شبه كويسة جدا. لو أنا عايزة أقرب الكاميرا
بالوشي او ان انا ابعدها شويه. وهنا طبعا لو انا عايزه استخدمها كاميرا تصوير او هنا كفيديو، فهنا بيفرق جدا. برنامج ممكن نظبط اعدادات بسيطه فيه، وهنا عندي الثلاث نقط هنا في الفلاش، فانا اظبط الفوكس بتاع التصوير. في نفس الوقت بقدر ان انا استخدم الريبيت لو انا عايزه اعيد التصوير مره تانية. برضو ان انا اقدر اعمل بالانس ما بين الاضاءه. بس انا شايفه داي لايت، نجرب. ده يعتبر داي لايت، ده قريب من الصبح اللي هو الضوء الطبيعي، فلو احنا حابينه ماشي نستخدمه. دي برضو فلاتر كده بقدر استخدمها مع البرنامج عادي جدا. برضو السيل مود، وده اعتقد لو احنا استخدمناها دافئ، عايزاه مثلا هادي، عايزاها اوتو عادي جدا، بقدر اشتغل زي الفلاتر. ولكن يعني انا شايفه اللي احنا نخليها اوتو افضل، يبقى الاضاءه اللي هي اضاءه الغرفه اللي احنا عايزينها. لو عايز تعمل فلاتر عاديه يعني كلاودي مثلا، عايز تعمل شيد، كل ده براحتك. شايفة بلوتو أفضل شيء، بيخلي الكاميرا طبيعية جدا خالص وجودتها كويسة. أظن كده أنت عرفت الفرق ما بين الكاميرا اللي أنت بتستخدمها في موبايلك والكاميرا اللي أنت بتستخدمها في برنامج أوبن كام. هيحسن جودة فيديوهاتك جدا جدا، وهيخلي المحتوى بتاعك كويس قوي. أتمنى كل شيء عجبكم، أشوفك على ألف خير، مع سلامة الله.